مسرحية بعنوان شنطتي فيها ايه مع ميس خلود الأخصائية الاجتماعية والطالبة حبيبة إيهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا بنات كل واحدة شنطتها على الديسك عشان هنفتش على المخالفات. طيب يا ميس، دلوقتي حضرتك عايزة تعرفي ايه اللي موجود في شنطنا. طب انا بقى عندي سؤال، ايه اللي موجود في شنطة حضرتك؟ كده احنا ما اتفقناش على كده. طيب تعالي هوريكي ايه اللي في شنطتي يا حبيبة، وبعديها هشوف ايه اللي في شنطتك برضه. بصي يا حبيبة، جوه شنطتي اولا عندي شنطة صغيرة كده بتاعت العناية الشخصية بتاعتي. فيها ايه؟ فيها صابونة علشان وقت ما هعمل اي حاجة وهيجي هتبقى محتاجة تتغسل طبعا فورا معايا حاجتي اغسل ايدي بيها. طيب معايا ايه تاني؟ معايا المناديل بتاعتي الشخصية عشان ما اطلبش من حد حاجة. طيب حاجة كمان، معايا فرشة صغننة ومعجون عشان لو شربت شاي او قهوة او اكلت اي حاجة وحسيت اني لازم اغسل سناني فورا على الحمام واستخدم حاجتي. حاجة كمان، معايا كيس. ايه الكيس ده؟ طب وانا بغسل يعني وانا باكل او بعمل اي حاجة او خدت شيبسي او بسكوت او عصير وما عنديش باسكت جنبي هرمي في الارض؟ لا، معايا كيس جوه شنطتي هحط جواه واول ما هرجع بيتي هرميه جوه الباسكت. دي شنطة العناية الشخصية. طيب معايا ايه كمان؟ معايا البادي سبلاش بتاعي. طب فرضت ان يوم حر وانا عرق هتصرف ازاي؟ هطلعه من الشنطة هروح الحمام وهستخدمه. طيب هو في ازاز؟ لا طبعا، لان لو اتكسر وقعت شنطتي في اي ظرف خلاص بهدلت شنطتي واللي فيها. لا، هو جوه حاجة بلاستيك ما تتكسرش. طيب فرضنا ان انا استخدمت حاجة وما فيش مية حواليا او الحمام بعيد، معايا الكحول برضه هستخدمه اعقم ايدي وانشفها بالمناديل. طب انا جه صلاة الظهر واتوضيت، طب هيستخدم المناديل بس؟ لا، معايا فوطة صغيرة بنشف ايدي ووشي. طب انتوا جوه شنطتكم اقلام وكتب وكراسات، انا جوه شنطتي برضو النوتس بتاعتي اللي هستخدمها لشغلي واكتب فيها اهم الملاحظات واهم التعليمات اللي بتجيلي، ومعايا الاقلام بتاعتي اللي هستخدمها. طيب معايا ايه كمان؟ معايا زي اسعافات اوليه صغننه كده خاصه بيا، يعني بلاستر، مسكن عشان لو جالي صداع مش اي حد يمدلي ايده ببرشام اخده منه، انا عارفه هو نوعه ايه لكن عارفه ده الدكتور مصرح لي بيه مسكن للصداع، فاستخدم حاجتي عشان ما الجاش لغيري. حاجه كمان، معايا ابره وخيط عشان لو اي حاجه حصلت انا ممكن البلوزه بتاعتي يكون فيها زراير وتتشد او تقع، همشي بلوزتي مفتوحه؟ لا خالص، لا خالص. هعمل ايه؟ معايا ابره وخيط. طيب بلاش انت يا ميس، لو اي طالبه منكم حصل ان زرار او بنطلون او اي حاجه بتاعها حصل فيه قطع من غير ما تقصد هتلجأ ليا، معايا الابره والخيط مساعده ليكم لاي حد يحتاجها. حاجه كمان، معايا فلاشتي عليها شغل اللي يعادل الكتب والحاجه بتاعتكم. تمام، اشوف بقى شنطتك يا حبيبي. كل خير والله. علي صوتك. ثانية. مبرد اظافر اول مخالفه، قلم روج مخالفه، قصافه مخالفه،
حاجة تاني؟ طيب ليه الحاجات دي ممنوعة؟ طبقا للائحة الوزارة، قرار الوزاري رقم 150 لائحة التحفيز والتربوي والانضباط، ممنوع استخدام المكياج، ودي أول حاجة مخالفة. ممنوع استخدام الآلات الحادة، ودي حاجات مخالفة. ممنوع إن أنا استخدم بادي سبلاش جوه ازاز، وأنا وضحت لك ليه. الحاجات المخالفات دي احنا مش بنعملها رخامة عليك يا حبيبة، ولكن احنا بنعلمك تعتني بنفسك من غير ما تأذي نفسك ولا تأذي غيرك، ومن غير ما تعملي مخالفة وتخالفي قوانين المدرسة حطاها والوزارة عشان نحترم نفسنا بيها قبل ما نحترم الآخرين. وبس كده يا حبيبي. وإلى هنا انتهت رحلتنا الإذاعية معكم، وكلنا أمل في تجدد اللقاء مستقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.